السلام عليكم. النهارده هنعمل بقى أسرع وأحلى فتة سوري. يلا نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونبدأ الفتة بتاعتنا. أول حاجة هنعمل الأول الرز، هنحط معلقتين كده زبدة على حبة زيت، ونحط بصلاية كبيرة وننزل عليهم هنا بقرنفل وقرفة وحبهان وورق الرولة مطحون، وهنقلبهم كده تقليبة، وبعدين هننزل عليهم بقى بمكعب مرق الدجاج، ونقلبهم كده تقليبتين، ونحط عليهم كوبايتين المية، وبعدين هننزل عليهم بقى بالرز بتاعنا حسب الكمية بتاعتِك اللي أنتِ عايزاها. أنا عملت كوبايتين ونُص، يعني عايزة معانا تزوّدي بقى هنا شوية نُص براحتِك. كيلو فراخ بانيه، ونحط الملح واسيبه بقى يتردد كده، خلصنا نقطعهم من كده تقطيعات شرايح رفيّعة، ونحط عليهم سُكّر وملح وفلفل أسود وبهارات وبابريكا وكركم وكمون وفلفل أسود، وهنقلّبهم كويس جدًا وحبّة خل ونُص ليمونة، وهنسيبهم على جنب وهنسيبهم كده لمدة ساعة. هينزل بقى هنا ببصلتين جوانح على معلقتين زبدة، وهنقلّبهم كويس جدًا، وبعدين هننزل عليهم بنُص معلقة توم مفروم، وبعدين هينزل بقى هنا بالفراخ بتاعتنا بعد ما اتبّلت، وهنشوّحهم كده تشويحة لغاية أمّا يستووا، وبعدين هينزل عليهم بقى بالفلفل الألوان بتاعنا ما شاء الله تبارك الله. كده إيه التتبيلة بتاعتنا خلصت والريحة روعة، روعة ما شاء الله تبارك الله. هنيجي بقى بالصوص بتاعنا بتاع الفتة الأساسية، م علبة زبادي كبيرة ونُص كوباية طحينة، وهنقلّبهم كويس جدًا كده، ونحط عليهم خل وليمون وملح وتوم باودر، وهنقلّبهم كويس جدًا، وبعدين ننزل عليهم بقى بمعلقة مايونيز كبيرة، ونقلّب كده. الصوص بتاعنا جِهِز، كده خلص الصوص. ما شاء الله تبارك الله، أدي خلصت التتبيلة بتاعتنا، حمّرنا العيش على لوحده، وبعدين نزلنا بقى حطيناهم وحطينا صوص في الوسط. ما شاء الله تبارك الله، الريحة روعة، 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 والشكل جميل جدًا والطعم تحفة. اللي وصلنا لغاية هنا يالّا لايك وشير، وما تنسيش الاشتراك في القناة.